يبدأ الفيلم في بيت إيرين وهو يجهز نفسه للرحلة يخيم في منطقة صحراوية. وبعد ما يجهز نفسه وياخد حاجته ينزل يركب عربيته ويتوكل على الله. ويكون اليوم ده 25 أبريل 2003، وكان جايب معاه كاميرا يصور بيها كل حاجة يعملها. يقول في التسجيل إن هو في طريق الأراضي الوديان ضيقة، ويفضل سايق لحد ما يوصل لمكان المخيم بعربيته ويبات في المخيم. تاني يوم الصبح ياخد عجلته ويفضل يمشي في الصحراء بيها لحد ما يوصل للوادي بلو جون. يسجل فيديو يقول فيه إن الكتب بتقول إن الوقت بيقعد 4 ساعات عشان يوصل لهناك، بس أنا هوصل في 5 دقايق وأكسر رقم القياسي. كمل طريقه واتقلب بالطريق وصور نفسه وهو ماشي بالعجلة لحد ما يوصل مكان قريب من الوادي ويسيب عجلته ويتمشى على رجله، ويلاقي بنات تايهة في الطريق ويروح لهم ويعرفهم عن نفسه ويتعرف عليهم واسمهم ميجن وكريستي، ويقول لهم هوديكم مكان فيه تشي، ويقتنعوا ويروحوا معاه ويوصلوا مكان ضيق بين الصخور ويمثل إيه إنه وقع ويضحك عليهم. وهنا بيخافوا بس يعرفوا بعدين إن هو بيتشاقى، يناديلهم علشان ينزلوا وراه، بس هما خايفين وترددين إن هما ينطوا. بس كريستي تنزل وراه وتلحقها صاحبتها ميجن. يعرفوا إن إيرين وداهم بلوجون وهي بحيرة طبيعية بين الصخور، يسبحوا شوية وبعدين يطلعوا يصوروا نفسهم صور مع بعض. والبنات يعزموا إيرين على حفلة هتتعمل بكرة في بيتهم، فيوافق وبعدين يودعهم ويرجع يكمل طريقه. وكريستي تقول لصاحبتها ميجن عجبني الواد ده، قالت لها امشي يا بت، انت كل يوم مع واحد شكل. وفي طريق رجوع إيرين يفضل يمشي بين الوديان ويصورها، يوصل لمكان عالي لازم ينزل منه ويتنطط بين الصخور وينزل براها عشان ما يقعش، بس الصخرة اللي كان متعلق فيها وقعته ووقعت وراه. وهنا يبدأ الفقع بقى، لأن ايده اتحشرت في الصخرة ومش عارف يطلعها، وما عندوش إلا إزازة مية واحدة بس يشربها، ويشرب منها شوية بس لأنه عارف إن الحوار هيطول جامد. يشغل الستوب ووتش بتاع الساعة عشان يعرف قد ايه هو يقعد في المكان ده، ويقعد ينادي على كريستي وممكن بس لا حياة لمن تنادي. يطلع كل حاجته من الشنطة ويخليهم على الصخرة، وعنده سكينة ياخدها على أساس إنه يكسر بيها الصخرة ويطلع إيده، بس الصخرة من جوتها تخلي السكينة تقع تحت رجله، ويحاول ياخدها بإيده بس إيده ما توصلش ليها، فيقلع جزمته عشان يحاول ياخدها برجله بس ما يقدرش برضه. ويجيب خشبة صغيرة لقاها جنبيه ويمسكها برجله وياخد بيها السكينة. وتعدي ساعات وهو محصور حسرة الكلب، ويجي الليل يلاقي وهو عطشان فيشرب شوية من المية عشان ما تخلص، وعنده حبل يهدفه على صخرة فوقيه عشان يحاول يسحب نفسه، بس بالتعب ينام على نفسه وهو قاعد على الصخرة. يقعد للصبح ويشوف سطوع الشمس على الوادي، ويحط ايده ورجله قدام الشمس ويحس بحنية كده، ويفتكر إن لما كان يجي هو وأبوه للوديان وهو صغير. بعدها سجل فيديو يقول فات يوم ليه وهو مزنوق جوه الوادي، وإذا حد لقى الكاميرا دي في يوم من الأيام يدي لأهله ويحكي قصته ازاي هو اتزحلق واتزنق هناك. يصور ايده ان هي مجلطة ولونها ازرق لان مقطوع الدم فيها، ويقول ايده خلاص مبقاش لها لازمة لازم تتقطع. يصور حبة المية القليلين الباقيين له ويقعد يضرب وهو بيسجل، فعلى باله ان في حد عدى من فوقيه، فيقعد ينادي بس مفيش حد يرد عليه. بيجي الليل ويلف حبة على جسمه عشان ما يجيبش برد، ويخلي الشنطة فوق راسه عشان ينام. يقعد يهلس ويتخيل انه في الحفلة اللي عزمته عليها كريستي، المفروض في الوقت ده ان هو في الحفلة. ويقعد وهو عطشان ويشرب شوية من المية، يفضل في الإزازة حبة مية قليلين، يشيل العدسة من على عينه. يفتكر كان بيلبسها وهو في بيته قبل ما يجي، أمه كانت بتتصل عليه وهو يتجاهلها، مكانش يعرف إن دي آخر مرة يسمع فيها صوتها. مع خالتها افتكر لما كان بيصورها ومديره في الشغل بيسأله انت رايح فين، وهو مرضاش يقوله، وكان يتمنى ان هو كان قاله ان كان هيجي يساعده. وينام ونام عمال يمشي على وشه، ويكون ده اليوم التالت وهو مزنوق تحت في الوادي. حاول يسحب الحبل اللي فيه بعد ما ربطه بالصخرة اللي زنقت ايده، بس معرفش يعمل حاجة برضه. هو عطشان وتعبان، ويفتكر العصير اللي مخليه في عربيته وإن العصير ده بالنسبة له كنز في الوقت ده، ويشرب نقطة واحدة بس من المية. بعدها يسجل فيديو يحكي عن تالت يوم ليه هنا، يقول إن الصخرة دي عايزالها 8 رجالة عشان يرفعوها. يقول بقيله مية شوية بالكتير يكفيه بكرة. ويقول الشورت بتاعه بقى تواليت لأنه عمال يعمل حمام فيه، ومعاه كيس يعمل بول فيه وخايف بعدين يشرب بول. يقول إن في غراب يوميا بيعدي من فوق الساعة 8 و17 دقيقة بالظبط، وأما تيجي الساعة 9 بالظبط توصل الشمس للوادي، ومن إيده بقت جزء من الصخرة دي. مقرر إيه بعد ما فقد الأمل إنه يقطع إيده عشان يقدر يطلع من المكان ده، ويربط إيده عشان يوقف النزيف. وأما يجي يقطع إيده تطلع السكينة بتاعته باردة. يقول في الكاميرا إنه نسي السكينة السويسرية في العربية، ودي السكينة الصينية. وينصح اللي بيشوف الفيديو إنه ميشتريش أي حاجة صناعتها في الصين، لأن في وقت الحاجة مش هيستفاد منها أي حاجة خالص. وطبعا منه ازازة المية وطبعا المية على الأرض، ويقول لو كنت شربتها كان أحسن. فيغمى عينه من خانق ويفتكر رنا حبيبته القديمة ويتفزع من مكانه بسبب صوت الرعد. الدنيا عمالة تمطر وإيرين يفرح ويملأ الإزازة مية، بس بسبب كترة المطر يغرق المكان اللي هو فيه، والمية تساعده يحرك الصخرة ويطلع إيده أخيرا ويطلع من مكانه ويركب عربيته ويسوق العربية ويروح لبيت رانا. بس رانا متسمعوش وهو نادى عليها من ورا الباب، ونكتشف في الآخر إنه إيرين كان بيحلم أصلا.
ويطلع انه لسه مزنوق في الصخرة. ويجي اليوم الرابع ويقف قدام الكاميرا ويتخيل نفسه في لقاء تلفزيوني، ويدي تحية لأبوه ويعتذر لأمه لأنه ما جاوبش عليها، ويندم إنه ما قالش لحد على رحلته دي، ويقول هو بيحب أهله كلهم، ويشرب آخر نقطة مية عنده في الإزازة، ويدك إيده بالسكينة عشان يكسر عظم إيده ويقدر يطحن، بس ما يقدرش، ويطلع السكينة ويلحس دم إيده لأنه كان جعان وعطشان. ويجي اليوم الخامس ويضطر يشرب البول بتاعه اللي كان مخليه في الكيس، ويحاول يحفر في الصخرة بالسكين ويطلع إيده، بس بيشوف تخيلات غريبة. بيفتكر يوم انفصاله عن رنا حبيبته القديمة، ويتخيل أهله قاعدين وبيبصوا عليه، ويعتذر لأخته لأنه خلاص مش هيبقى عايش عشان يشوفها، ويقعد يلوم في نفسه على كل حاجة حصلت. بيقول الصخرة اللي وقعت على إيده موجودة قبل ما يتولد، ومستنية اليوم اللي اتخرب فيه حياته، ويخلص الشحن بتاع الكاميرا بتاعته، فيمر سرب أحصنة برية من فوقيه، ويبقى المكان كله تراب، ويغمى على إيرين. بيقعد إيرين يتخيل إنه مخلف ولد، وبيبص عليه وعينه مدمعة، وهو بيبص على ابنه اللي هو مجاش أصلا، وتجيله إرادة إن هو يقدر يكسر إيده، فيكسر إيده ويتوجع، ويجيب السكينة المعمية ويبدأ يقص بإيده شوية شوية، ويفضل ينسف بس ما بيوقفش اللي بيعمله بسبب منظر ابنه اللي قدامه، ويكمل تقطيع في إيده لحد ما يكمل أخيرا، ويطلع إيده بعد 127 ساعة من العذاب، ويلف إيده بحبل عشان يوقف النزيف، ويتحرك بعيد عن المكان ده، يصور الصخرة بكاميرته التانية الخاصة بالصور، ويبص للسما ويشكر ربنا لأنه خلصه من العذاب ده. ويطلع إيرين أخيرا ويشوف الوادي من مكان عالي، ويبص جواه ويشوف بحيرة صغيرة، ويلاقي مسامير على الصخرة اللي جنبه، فيبوس المسامير ويعلق عليهم الحبل بتاعه، وينزل البحيرة ويرمي نفسه فيها، ويفضل يشرب لحد ما يشخ على نفسه ويملى الإزازة مية، ويمشي بين الوديان، وكل ما يقع يقوم واقف تاني وما يفقدش الأمل، لحد ما يشوف راجل ومراته وابنه طالعين يتونسوا، فينادي عليهم ويسمعوه، بييجوا ياخدوه ويطلبوا قرار هليكوبتر إسعاف لإيرين. وبعد ما يتعالج قنوات تعمل لقاءات تلفزيونية معاه على حكاية قصته المميزة، كتب عنه مقالات في كل أنحاء العالم. وبعد 3 سنين يتجوز واحدة اسمها جيسيكا، ويخلف منها لوي. وبعد كل اللي حصل ده يفضل إيرين زي الدودة مبيتوبش برضه، ويرجع يتسلق الجبال تاني، بس المرة دي كل ما يروح حتة يقول لأهله هو رايح فين. وخلص الفيلم وعاش عيشة سعيدة. وإذا عجبك الفيلم حط لنا لايك والنبي، واشترك بالقناة وفعل الجرس والإشعارات. وبارك الله فيكم يا إخواتي، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.